هاي، عاملين ايه يا احلى واجمل ناس في الدنيا؟ وحشتوني من القصة اللي فاتت، والنهاردة كاتبالكم حلقة جديدة من حكاية مجنون المديرة. وما تنسوش لو حلقة النهاردة عجبتكم ادعموني باللايك والكومنت واشتركوا في القناة علشان تنضموا لعيلتنا اللي هتكبر بيكم. ويلا نبدأ في حلقة النهاردة. محسن، افتح الايميل كده ووريني انت بعت ايه. محسن فتح الايميل ودور كتير لكنه ملقاش الايميل. هو في حاجة غريبة، انا مش لاقي الميل اللي انا بعته. ازاي مش لاقيه؟ مش انت بعته بنفسك؟ ايوه فعلا انا بعته، واهو في فولدر على الجهاز بالتاريخ اللي بعت بيه وكل حاجة، لكني على الميل فعلا مش لاقيه. طيب خلاص تقدروا تمشوا، ولما ارجع يا ريت يا محسن يكون عندك رد مقبول على الميل اللي اختفى ده. هتعملي ايه يا ساندي؟ انتي بتلمي الحاجة ورايحة فين؟ هعمل حاجة كده بس يا رب تظبط، وهقولك لما ارجع. سلام. وراحت ساندي وهي معاها الورق لمقر الشركة اللي مقدمة المناقصة. وبعد وقت طويل ان هي تقدر تقنع السكرتيرة علشان تقابل المدير، اخيرا وافقت. لكن بعد ما المدير شاف اسم ساندي دخلها. اهلا وسهلا يا استاذة ساندي، اظن ان وجودك هنا ملوش سبب بعد اللي حصل من الشركة بتاعتك. ردت ساندي وهي بتمثل ان هي ثابتة وواثقة في نفسها. فعلا يا فندم، مع حضرتك حق، وانا بعتذر جدا من اللي حصل. انا مش طالبة بس من حضرتك غير 5 دقايق بس، مش هعطلك اكتر من كده. ماشي، اتفضلي يا ساندي. وشرحت له ساندي كل حاجة من اول ورق المناقصة اللي هي قدمته لحد الرفض اللي جالهم، والورق اللي شافته مبعوث، وان هي مش عارفة غير الورق الخاص بيها بس، وهو الورق الحقيقي واللي هو في ايديها دلوقتي، وانها متأكدة ان هي مش هتعمل خطوة زي ديت او هتقدم ورق غلط، وبالذات في بداية مشوارها، لان الخسارة هتبقى لشركتها هي مش لأي حد تاني. وأكيد دي مكيدة من أي شركة بتنافسها على المناقصة ديت، هي اللي عملت كده علشان تخسر في أول مشوارها ويبقى لشركتها ملوش اسم تاني. أنا متأكدة إن أسعار شركتنا أفضل سعر حضرتك شفته، وأنا وضحت لحضرتك كل اللي حصل، وانا موافقه اني اخرج من الصفقه دي، لكن اتمنى ان احنا ما نكونش في البلاك ليست للشركه في المستقبل، وده رجاء شخصي. والمدير هنا سكت شوية وكان بيفكر، وسكوته ده خلى ساندي تتوتر أكتر. تمام يا ساندي، انت عارفة ان هنا الشركة بترفض ترجع في قراراتها، بس بصراحة أنا حاسس بيكي وإنك لسه في الأول، ممكن كتير يكون عايزينك تقعي، وكمان فكرتيني بباباكي شبهك بالظبط وهو في شبابه، وأنا موافق. إيه ده؟ حضرتك تعرف بابا؟ إيه ده بجد؟ موافق؟ يعني كده إحنا مش في البلاك ليست صح؟ أيوة يا سندي، أنا صديق والدك من زمان. لا، أنا كمان موافق إني أقبل دخولك في المناقصة دي لأنك ذكية وفعلا شغلك عجبني. شكرا جدا، شكرا جدا لحضرتك. أنا مش ممكن أنسى لحضرتك المعروف ده أبدا، عن إذنك. اتفضلي يا سندي، وما تنسيش تسلمي لي على بابا، وخلي بالك من اللي حواليكي علشان اللي أذاك المرة دي هيعملها تاني وتالت. وسابته ومشيت ساندي وهي متلخبطة. مين عايزها تفشل؟ مين عايزها تفشل في شغلها ويعمل فيها كل ده؟ مريم صاحبتها؟ أكيد لا. محسن هو اللي بعت الورق، لكن أكيد برضو مش محسن. محسن هو مؤسس الشركة معاها، فأكيد في هناك غلط. لكن حمدت ربنا ان المدير يعرف باباها، لولا الصدفة دي ما كانتش رجعت تاني ابدا للصفقة او حتى المناقصات الشركة اللي اتمنت ان هي تفوز بالصفقة ديت. وفي الوقت ده افتكرت تحذير المدير وقررت ان هي مش هتقول لحد ان هي رجعت للمناقصة مرة تاني بعد ما تعرف مين اللي عمل كده او النتيجة تظهر. علشان يقطع تفكيرها صوت جرس التليفون بتاعها. الو، ايوه يا ساندي، فينك كل ده؟ ورحتي فين؟ وهترجعي الشركة ولا لا؟ وعملتي ايه في المشكلة اللي احنا فيها ديت يا ساندي؟ ايه يا مريم يا حبيبتي، بالراحة، اديني فرصة حتى رد. بصي انا هحكي لك كل حاجة، بس انا خلاص داخلة على البيت اهو، ومش جاية بكرة لان معاذ جاي. هخلص الدنيا ديت كلها واكلمك على رواقة. هتسيبيني بفضولي كده يا ساندي؟ خلاص ماشي يا ستي، وانا اروح اشوف الشغل وامري لله. سلام. سلام يا مريم. وروحت ساندي دخلت على اوضتها على طول وهي مش قادرة تتكلم مع حد، وبتفكر يا ترى مين عايزها تفشل وشركتها كمان تخسر. ومن كتر التفكير نامت. وتاني يوم، يا ماما النور عايزة انام. ايه، ما عندكيش شغل النهاردة ولا ايه؟ لا يا ماما مش ورايا شغل. مش انتي موصياني اني مروحش في حتة النهاردة؟ شكلك خايفة لاهرب. بصراحة ما اضمنكيش. طب يلا قومي بقى، كفاية نوم علشان تجهزي، وكمان مش هقعد لوحدي وانتي في البيت. حاضر يا ماما، هقوم اهو. يعني خلاص كده طلعت من المناقصة؟ ايوه.
وكمان حطوها في البلاك ليست، يعني يقول على شركتها يا رحمن يا رحيم بعد اللي عملناه مفيش شركة هتوافق تديها شغل تاني. طب حلو قوي، هو ده الكلام. الفلوس اللي اتفقنا عليها هبعتها لك في أقرب وقت، وأكيد هنفضل على تواصل الأيام اللي جاية كتير. تمام يا كبير، ألحق أقفل أنا بقى قبل ما حد يلاحظ. سلام. وحشتني قوي يا شكري، بجد نورتنا. يا بقالنا قد ايه ما تقابلناش. بلاش دلوقتي كلام، خلينا ناكل الأول وبعدين هنتكلم لحد ما نزهق. وبعد الأكل انشغلت ساندي بمكالمة تليفون، أو عملت نفسها بتتكلم في التليفون علشان تهرب من اللقاء اللي باباها ومامتها دبروه، وراحت قعدت في الجنينة علشان تلاقي صوت من وراها. كنت متأكد إنك هتهربي من القعدة يا ساندي. يا ترى المواجهة الأولى بين ساندي ومعاذ هيحصل فيها ايه، وساندي هتعمل ايه، ومين يا ترى اللي دبر المكيدة ديت لساندي وبدل الورق، والمعجب الولهان او المعجب المجنون هيفضل يبعت لساندي جوابات؟ كل ده واكتر هنعرفه الحلقة اللي جاية، استنونا. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تقولولي في الكومنتات واللايك والشير، وهتعبكم في الاشتراك. واستنوني في حلقة جديدة من حكايات مريان. بحبكم، باي.